المصالح الخارجية، أعضاء المجلس البلدي لمدينة القصيبة، السادة قدماء أعضاء جيش التحرير، السادة ممثلي المنابر الإعلامية، السادة مديري وجمعيات مدير المؤسسات التعليمية بمدينة القصيبة، السادة الحضور الكريم، جمعية المجتمع المدني، يخلد الشعب قاطبة اليوم يوم الجمعة المبارك بكل فخر واعتزاز، الذكرى الأربعين لإعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء المضفرة. وتعد هذه الذكرى المجيدة التي بصمت تاريخ المغرب الحديث محطة تاريخية ذات دلالات عميقة وإشارات دالة على حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، حيث تم السعي منذ سنة 1912 إلى تحرير المغرب، حيث تحولت مدن الأقاليم الجنوبية إلى مراكز حضارية واقتصادية واعدة. وتجدر الإشارة أن المسيرة الخضراء تعتبر من أفكار الراحل الحسن الثاني الناجحة، حيث استطاع أن ينظم الحدث بطريقة فريدة من نوعها، بحيث جعل المغاربة يؤمنون بعدالة قضيتهم. والمغرب عبر عن حسن نيته في حل قضية الصحراء المغربية من خلال مقترح الحكم الذاتي الرامي إلى تمكين أهل تلك الجهة من تسيير شؤونهم المحلية بأنفسهم تحت السيادة الوطنية بطبيعة الحال. ويعتبر المقترح المغربي بمثابة الحل النهائي بالنسبة لمشكل الصحراء المغربية الذي دام أكثر من 30 سنة، ويعرقل مسار بناء الاتحاد المغاربي كضرورة إقليمية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الهوية الأصلية لتلك الدول الخمس والتعايش مع الثقافات. 150,000 كانوا في مسيرة خضراء مضفرة، فنحيي المتطوعين متطوع مدينة القصيبة المسيرة الخضراء المضفرة. فأيها السادة الأعزاء، فلنقف ونحيي متطوع المسيرة الخضراء.